المتظاهرين الأقباط عليهم. هذا وقد قامت سيارات الإطفاء بإخماد نيران السيارات المشتعلة في منطقة ماسبيرو ومنع النيران من الامتداد إلى المباني المجاورة. أكد مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية الدكتور عادل عدوي أنه تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات المحيطة بموقع الأحداث، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المزودة بالفرق الطبية والمسعفين. أيضا جاءني الآن هذا الخبر بأنه وصلت تعزيزات أمنية مكثفة من رجال الأمن المركزي إلى منطقة ماسبيرو لتأمين هذه المنطقة مما يحدث الآن. أيضا نظم قرابة 2000 من أقباط الإسكندرية مسيرة انطلقت اليوم من أمام مكتبة الإسكندرية إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية شرق المحافظة للتأكيد على مطالبهم بإقالة محافظ أسوان وسرعة محاكمة المتورطين في أحداث الخروج عن النظام أمام المحاكم العسكرية.